بيقول لك واحدة ست انجليزية رفعت قضية على مطعم، طلبت منه تعويض 2.5 مليون جنيه استرليني عشان الجرسون وقع منه فنجان القهوة طرطش على وشها. اهو انت لو كبوا على وشك مية نار وحبيت اخد فيك تعويض هيفتكروني انا اللي عملت كده واروح في حديد. جاتنا نيلة في حظنا الهباب. بقول لك ايه، بكره عيد الحب، انا من الفجريه هسافر البلد ومش هرجع الا ما اليوم المهبب ده يعدي على خير. انا بلغت في جارنا الاستاذ مفرح بهيج وعربيه البلديه الساعه 10 هتيجي علشان تقطع الورد وتقطع الشجر اللي في الجنينه بتاعته. نبهي على الواد صفراوي وغلاوي بعد ما يصفوا ويفسوا كل الكاوتش بتاع العربيات اللي بره يقفوا على ايدين عمال البلديه لحد ما يتاكدوا ان الجنينه بقت خرابه. على عيد الحب قال جاتنا نيلة في حظنا الهباب. وانا بقول الجبنه دي طعمها حلو كده ليه؟ اتاري البقاله فيفا في استماره 111 عين حار. وعليها تأشيرة يا بابا، وكل تأشيرة وفيها خيرة. بالهنا والشفا. كل سنة وانت طيب. النهاردة عيد الحب. فاكر أول ما حبينا بعض يا سي عبدو؟ الا فاكر. انصراف انت دلوقتي يا حاطة. عالم يا بابا، هفوت بكرة. ماشي. كنت ببعت لك جوابات غرامية بعلم الوصول واقول لك فيها اقبلك كثيرا بحد اقصى 3 قبولات. وكنا بنغني مع بعض أغنية الله يرحمه عبد المطلب. الوصل جميل، الوصل جميل، حلوية يا محلاه، احلى اغنية غناها. هتجيب لي ايه بمناسبة عيد الحب يا سي عبدو؟ هكافئك. السنين اللي اتجوزتيها قبل مني هضمهم لمدة خدمتك. لا، انا عاوزة اسافر بورسعيد اشتري شوية حاجات. لا، دي لازمها لجنة مشتريات. عيال ما تربتش. تصور الواد ابني اللي ما كملش 18 سنة، يعني لسه ما طلعش من البيضة، جاني النهاردة وبيقول لي بمناسبة عيد الحب هات لي جزمة يا بابا. هات لي جزمة يا بابا؟ خلي بالك الولد ابنك ده عنده تطلعات طبقية. يعني ايه تطلعات طبقية يا معترض افندي؟ يا اخي اسأله الاول يعني ايه جزمة. ما تضايقش نفسك يا حامد افندي، بكرة يكبر ويعقل وان كبر ابنك خويه. انا معترض. المسألة مش مسألة نقص تربية، الولد ده مش دارس تاريخ كويس. لازم تفهمه يا حامد افندي ان مشروع مقاومة الحفاء ده كان زمان مش دلوقتي. المشكلة دي انا حلتها من زمان. اصل ورثت جزمة عن ابويا الله يرحمه. في الشتاء اللي بيصحى بدري من العيال اهو بيلبسها ويروح بيها المدرسة، وفي الصيف بشيلها في الصندرة. أنا متأسف أوي يا إكسلانس، الخدامين ما قالوليش غير دلوقتي بس إنك قاعد مستنيني هنا من امبارح بالليل. أنا مش غريب عزيز، اقعد. على العموم النهارده عيد الحب، سان فالنتاينز داي. كل سنة وأنت طيب يا إكسلانس. وأنت طيب يا عزيز، وأنت طيب. قول لي ناوي تحتفل بيه إزاي السنة دي؟ أنا كنت متصور إنك هتعزمني، إلا مفيش أي مناسبة تقول لي فيها تعال يا عزيز اسهر عندنا الليلة في البيت، مع إنك مش راجل بخيل يا أخي. مش مسألة بخل عزيز، لا مش مسألة بخل. ما أنت عارف اللي في جيبي مش ليا، إنما أنا في مود مش كويس اليومين دول عزيز. لازم بسبب هبوط سعر الدولار. عموما دي مسألة مش لازم تزعلك، طالما الذهب شادد لفوق بيع وانت قلبك جامد. اللي اقول لي يا اكسلانس، انت عندك ذهب قد ايه؟ انا عندي صداع، انا عندي مش ذهب ايه وكلام فاضي ايه يا عزيز. يا ريت كل حاجة في الدنيا تتحل بالفلوس. انا اللي مضايقني اخواتنا في الانسانية اللي تعبانين. لازم نعمل حاجة عزيز.
انا عايز اخدك تتمشى معايا واوريك بنفسك. احنا ناخد درينك شويه كافيار ونستنى لما الشمس تهدى شويه، وساعة سفر الشمس كده نتمشى شويه عشان اوريك اخواتنا في الانسانيه تعبانين قد ايه. شوف يا عزيز، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. اما بيتوريسك بشكل المكان ده يا اكسلانس. هايل بيفكرني بتراستيفري في روما. شفت اللوحه الجميله دي؟ فريده في الحقيقه. امال تعال نشوف الراجل ده بيبيع ايه يا ترى. يا ترى بيبيع ايه ده؟ واضح انه بيبيع جزم وشباشب مقطعه. دي كانت موضه من كام سنه هناك. يا ترى وصلت لغايه هنا هو الموضه دي؟ امال ده الكلب بتاعك. يا ربي ليه الكلب ده هفتان كده اهو. انا عايزك تاخده على البيت على طول، تديله حمام سخن بشامبوان سويس فورمولا ريحه التفاح او الكمثرى، مش اي شامبوان، وتنشفه بالسشوار لا ياخد برد. وبعدين انا عايزك تغذيه نسيرة فرخه كده وتنسلها له وتحط له عليها 3-4 معالق شركسيه. والعشاء خفيف، همبرجر من عند الراجل اللي فتح جديد في المهندسين دهوت اللي عامل ضجه جامده قوي، في الخلاط بشويه زبادي طازه. فهمت؟ اوعى تاكله بطارخ لان ممكن شعره يخف. لا يا اكسلانس، الشامبوان اللي انا قايل له عليه بيقوي الشعر. ولا شامبو ولا حاجه، هو الشعر نظافته بتبقى رباني. هانيا به يوم عيد الحب دوت رحت للواد ابو غتات المزين اللي حداني وجلطت دماغي برغيف طباق. رغيف ايه؟ طباق يا بيه، هو اللي مدعمينه دي. وخدت زياره اسم الله على مقامك، شويه سيريس وجعضد، ورحت لخطيبتي حبيبتي القلب ستيتا ست ابوه ست الحته ست الكفر. ده اسمها بس ولا اسمها وعنوانها؟ لا دي اسمها يا بيه، ما هي مركب. مش سعادتك تسمع عن اسم فرداني كده واسم مركب؟ دي مركب يعني. المهم رحت قعدت مع ابوها عم عوضين لكتع دي واتكلمنا في حكايه الجهاز، ومن اولها اختلفنا في وجهات النظر يا بيه. هو ليه وجهي وانا ليه وجهي، هو سكه وانا سكه، هو صحراوي وانا زراعي يا بيه. قال ايه عايز ايه يا عوضين؟ عايز الحله والحصيره وابور جزم من ابو عده سكتي. قلت له سكتت ايه وصحت ايه يا راجل يهبل انت؟ هو احنا هنلاقي ناكل من اصله لما هنولعه؟ دول هم يا دوب كوزين ذره مشوي وينفشوا المعده يا بيه. كلمه مني ما اخبيش عليك على كلمه منه، راح سافخني حته قلم يا بيه. اني ولعت قلت اتغاب عليه، قلت لا يا هنداوي كبر دماغك، النهارده عيد الحب يوم مفترج ملهاش لازمه العكناني. ما انت طبعا معاه، قلت له يلا يا سيدي معلش، الحكومه بتاعتنا شيخ الطريقه في حكايه السلف ديت، شيخ الطريقه كبيره قوي، وبتلعب بالبيضه والحجر مع الدياني، وبتلبس طاقيه ده لطاقيه ده. وان شاء الله لما يتفقوا مع صندوق النقد الدولي هيستلفوا لنا شويه دولارات ويفكوها من السوق السودي وتنغنغني. قال لي صندوق ايه يا ابو صندوق انت؟ وكلمه منه وكلمه منك راح سفخك. لا ما سفخنيش، هي كلمه مني و10 منه، وراح مناولني حته بنيه يا بيه. انا بينك ولعت، قلت اتغابي، قلت لا يا واد يا هنداوي خليها اما نشوف اخرتها ايه، وها برضه يوم عيد الحب ما ينفعش يعني. قلت له يا سيدي طيب انا تحت امرك، انا عليا الوابور وانت عليك الغموس، وان شاء الله نصبر كده ونستني لما مشتاق بيه يمسك وزاره التموين ويسد الفجوه الغذائيه. عداك العيب يا هنداوي، كده عداك العيب. هسدها. هو صحيح ما فيش اسمنت كفايه لسد الفجوه الغذائيه دي، انما هتصرف، هسدها اول ما واحد من دول يرن يا هنداوي. وطبعا عوضين لكتع احترمك قوي اول ما جت سيرتي. قوي يا بيه قوي، وقال لي طولة العمر ليك انت والاخ مشتاق بتاعك ده. وراح مركز مع نفسه دقيقه يا بيه، وراح مناولني شلوتين وحته روسيه وختم بقفه. اني ولعت، قلت اتغاب عليه وارشقه ركبه. ترشقه ايه؟ ركبه يا بيه. انما رجعت نفسي قلت اكبر يا هنداوي، النهارده عيد الحب، انما توصل يا سعاده البيه انهم يزقوني الشاي من غير ندعه سكر، ده اللي ولعني وحزف نفسي.
رحت قايم يا به ورامي من الطلاق على ستة ست ابوها ديت، ورحت راجع للطل تاني، ولا بصيت ولا عملت اعتبار لعيد الحب بتاعكوا دي. حب ايه يا بيه؟ هيجي منين الحب وبطولنا والسما والمش غلي والجراب خلي ويجعله عامر يا بيه. بمناسبة عيد الحب، بالمناسبة دي أنا قررت أتخلص منكم إلى الأبد. ابعدوا عني، ما بقيتش طايقكم خلاص. انت يا لواحظ، أنا متجوزك من زمن قديم بعيد سحيق في التاريخ. تعبت منك. مش معقول واحد متجوز واحدة من أيام الجنيه جبس يفضل معاها لغاية دلوقتي. ابعدي عني. وانت يا كيتي، لقيتك في المطار تايهة، اتجوزتك من يوميها مش عارف اتفاهم معاكي، مش عارف لغتك، الاشارات تعبتني خلاص. انت يا زقلة، انت يا زقلة غلبتيني. متجوزك تخليص حق. قالوا لي يا القتل يا دي، قلت لهم دي. خلاص هتخلص منك. انت يا عليا، اتجوزتك في بورسعيد، اتجوزتك غصب عني. لحمية مراخيرك خلاص غطت على عينيكي، شخيرك بقى 9.5 ريختر. تعبت منك ايتها الأربعة، انا طلقتكم خلاص. ناوليني بسرعة. لا دي ما تمشيش في لحمه لان لحمه جملي. اديني السطور. هو السطور قنبورة يا ابن ام قنبورة. راسك ولسانك اللي طلقتنا بيه ده هقطعه واحطه في صينية كوارع بالخل والثوم. قنبورة انت ما تعرفنيش، انا عليا البورسعيدية، ورايا رجالة تاكل الزلط بإشارة من صباع الصغير ده تتقلب الدنيا زوابع. ورايا يا نسوان. خلاص مش هطلقكم، هخليكم على ذمتي. يا حبيب قلبي يا قنبورة، مش هتنازل عنك ابدا مهما تموت. عليا. نعم. انت طالق. انا نسقت مع هيئة الاستثمار وبحثت مشروع معاها. هذا المشروع يعتبر معاهدة حب بين الهيئة والمستثمر. المشروع ده عبارة عن إنشاء مجمع كبير. هذا المجمع هنقوله عليه مجمع المستثمرين. المستثمر من دولم يخش المجمع، نقدموا له دولم ودولم من الموظفين اللي بيتعامل معهم. بعد ما يخلص أوراقه معاهم يبتدي ينفذ المشروع بتاعه. ينفذ المشروع برضه جوه المجمع، وبعد ما يخلص من مرحلة الشغل دي هيلاقي في المجمع كل حاجة. يلاقي أكله وشربه ونومه ولبسه وفسحته وكل حاجة. لما نوفروا له الحاجات دي وديكية وديكهما هيخرج من المجمع ليه؟ يعني المستثمر من دول يخش المجمع على رجله، ما يخرجش إلا على القرافة عدل. وصباح الحب يا جماعة.